السلام عليكم الخوت ديالي. جيت نعاود لكم القصة ديالي على اش وقع ليا مع الجنون. كاين اللي كيامن بالجنون، كاين اللي ما كيامنش بالجنون. انا سميتي كريم، كنعيش في المدينة، في مدينة الدار البيضاء. عندي خالتي اللي هي مزوجة بالعم ديالي، حتى هما ساكنين في الدار البيضاء ولكن بعادين علينا شوية. واحد النهار سافروا مالين الدار، مشاو للعروبية. يلاه حيت كان جدي مريض، يلاه دوزو يومين عيطوا ليا. عيطت ليا الوالدة ديالي، قالت لي كريم، قلت لها نعم. قالت لي غتمشي عند بنت خالتك اللي هي كاينة في الدار، غتقول لها تجمع الحوايج ديالها وغتجي نتا وياها. كانت العشية. قلت لها الوالدة راه العشية هادي خليها تا الصباح ونجيو. قالت لي لا غتجيو اليوم. قلت لها راه غادي ما غادي فين غنوصل عندها ونهزها ونمشيو نركبو، غيكون وصل نص الليل. قالت لي لا غتجيو اليوم. قلت لها لا راك عرفتي ديك الطريق اش طرات للناس، واش الناس اش كيعاودوا عليها، راه ديك الطريق في الليل خايبه. قالت لي بركه من التبرهيش ديالك، بركه من داك الخرافات اللي كتسمع، داكشي راه غير كذوب، كاين اللي كيعاود لي بالكذوب غير كيبغيو يخلعوا. قلت لي مالك انت ماشي راجل، صافي سير هز بنت خالتك واجي. فعلا مشيت هزيت بنت خالتي، درت داكشي اللي قالت لي الوالده. هزيت بنت خالتي وشدي يلا جمعت حوايجها وهزينا شدينا الطريق. الكار كيحط عندنا في الطريق، كنقطعوا الطريق وكندخلوا مع واحد بيس مساحة عاد باش كنوصلوا للقرية ديالنا. مشينا انا وياها، ملي هبطنا غاديين والليل. هي شادة فيا بنت خالتي كبر مني بعامين، انا عندي 19 سنة شوية. وهي بدات قالت لي واش سامع على هذاك الشيء اللي كيوقع في هذا الطريق، كتضحك. انا درت بها قلت لها لا ما سامعش، ما باغيش نسمع. قالت لي لا خليني نعاود ليك. بدات كتعاود ليا. قلت لها شوفي انا راه عارف القصه ولكن راه ما باغيش نسمع. قالت لي بقات كتضحك، قالت لي انت خواف وانت هذا. قلت لها لا راه ما خوافش. قالت لي لا خواف مادام ما باغيش تسمع. وهذا صافي سكتنا، بقينا كنتلفوا الهضره من هنا من هنا باش نشدو ديك الطريق باش نساليو. واحد الساعه وهي تندورو كنلقاو مرا مورانا لابسه البيض وغاديه جايه، وهي تقول لينا واش ممكن نمشي معاكم. بنت خالتي قالت لها يلا هي تمشي معنا في الطريق. غاده في الطريق وهي سولتني، قالت لي هذه واش مرتك؟ وبنت خالتي حشمت بدات كتضحك، قالت لها لا. قال لها هذه راه بنت خالتي. وهي تقول لي ما بينك بينها حتى علاقه؟ قلت له لا. قلت لها ما عنديش علاقه بها، وقلت لها وانا راه باقي صغير على الزواج. هي تقول لي اذا انت ما مزوج؟ قلت لها لا. قالت لي وصافي غتزوج بيا. قلت لها واش انت حمقى، كيفاش غندير نتزوج بك وانا ما كنفكرش نتزوج؟ قالت لي لا انا غنتسناك، حتى انا ما غنتزوجش دابا بلاتي حتى تكبر انت. انا ديك الساعه خفت. قلت لها دارت بنت خالتي، قلت لها اش كتخربقي نتيا، علاش كتقولي ليه نتزوج بيك وهو باقي ما عرفك ما كيعرفك؟ قلت لها انت مالك؟ قلت لها كيفاش انا مالي، انا راه جاوبتك على داكشي اللي كتهضري فيه. تزايدوا في الهضره. واحد الساعه وهي تضربها وبقات جراها، بنت خالتي كتغوت وجرها غدا بها. وملي انا وصلت عليهم ضربتني وبقات غاده جاره بها، وبديت كنغوت وكنضرب فيها طلقاتها. بنت خالتي سخفات غيبت، طلقات منها هي شدتني انا، بقات جارني
وأنا كنغوّت وهي جاراني، وبالحظ اللي عندي من ديك الطريق دايزين واحد الناس بالطوموبيل، دازو كيلقاو بنت خالتي طايحة وكيشوفوني أنا غادة جراني، ناضو خرجوا من الطوموبيل وجاو كيجريو دوك الناس عارفينها هاذيك كتكون تما، وهُما يطلقوا القرآن، غير ديك اللي طلقوا القرآن أنا طلقاتني وبقات غادة، هو دغيا جرني وهزينا بنت خالتي درناها في الطوموبيل، ملي ركبنا في الطوموبيل حبسنا القرآن وبقاو كيسولوا فينا علاش شنو جابكم في هاد الليل، عاد قلت ليهم راه غاديين لعلى ولد جدي راه مريض وهذا، قالوا لي راه حتى حنا غاديين باش نشوفوه، حنا باقيين كنهضروا حتى تلقاوها قدامنا، حبسات لنا الطوموبيل وجات قدامنا وجايه لينا باش وداك السيد هو هبط ودار القرآن في التليفون وبقى غادي مقرب لها وهي كتهرب، مقرب لها وهي كتهرب، ملي هربت بقى طالق القرآن ركب في الطوموبيل بالزربة قال ليه يلاه زيد يلاه نمشيو نهربو، وبقاو طالقين القرآن وهو داير القرآن من الشرجم تيسمعوا ليها بالصوت عالي حتى ما جاتش، ملي وصلنا للدار لقينا مولين الدار كيتسناو مالكم تعطلتوا، وداك الراجل وهو يعاود ليهم داكشي اللي طرا، بقات بنت خالتي وخالتي بقات خالتي والوالدة بقاو غير كيشوفوا فينا وحاضرين راسهم، قال لهم راه كون ما جيناش راه ما كانوش غيجيو عندكم كاع، عاد بقات الوالدة كتقول يا ولدي اسمح لي أنا راه ما كنسحابنيش، من هذاك النهار ما بقيناش عاودنا جينا في الليل، أنا العروبية قللت منها بزاف، مبقيتش كنمشي، بنت خالتي حتى هي تيقات حيت كانت في الأول كتستهزأ، وهذه هي القصة ديالي مع الطريق ديال العروبية، وفي الآخر نقول لكم اللي ما اشتركش يشترك واللي ما اشتركش واللي مشترك كنقول لهم مرحبا وألف مرحبا، ونخليكم القصة الجاية تاني مع قصة رعب، يلا خليتكم على خير.